السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من فيديوهات الرياضيات للمرحلة الإعدادية. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أولى امتحانات المحافظات للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول فرع الجبر. هنحل مع بعض إن شاء الله امتحان محافظة القاهرة جبر أولى إعدادي الفصل الدراسي الأول. هنحله بالخطوات إن شاء الله وهنحل بطرق جميلة جدا، فتابع معانا الفيديو للنهاية علشان تطلع من الفيديو بأقصى استفادة ممكنة. وقبل ما نبدأ في الحل بتاعنا، لو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وكمان فعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية، ونوصل مع بعض إن شاء الله للدرجة النهائية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. النقطة رقم 1 بيقول لي الوسيط للقيم 5 و4 و7. إزاي بنجيب الوسيط يا ولاد؟ علشان نجيب الوسيط لمجموعة من القيم بنبدأ نرتب القيم دي. يبقى نرتب القيم 4 و5 و7. هنبص نلاقي إن اللي في النص هو مين؟ هو 5، يبقى نقول له الوسيط هو 5. ونروح على الاختيارات بتاعتنا هنلاقي الاختيار رقم ب هو الاختيار الصحيح. النقطة رقم 2 بيقول لي الحد الجبري 3 س ص أس 2 من الدرجة. ازاي بنجيب درجة الحد الجبري؟ السين دي لازم نكون فاكرين ان هي فوقيها واحد، بس احنا ما بيتكتبش. فاما نيجي نجيب الدرجة لازم نقول الدرجة 1 و2 يبقى 3. 3 دي اللي هي الدرجة الثالثة، وتبقى الإجابة بتاعتنا هي الإجابة رقم ب. النقطة رقم 3 بيقول لي العدد س على س ناقص 2 لا يمثل عدد نسبي إذا كانت س تساوي. لا يمثل عدد نسبي يعني كده المقام بيساوي صفر، يعني س ناقص 2 تساوي صفر، وبالتالي هيبقى س تساوي 2. ودينا الاتنين دي بعكس الإشارة، يبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم د. النقطة رقم 4 بيقول إذا كان س على ص بتساوي 2 على 3 فإن 3 على 2 س على ص. يبقى دي 3 على 2 في الس على ص ب2 على 3، ودي كده خاصية مين؟ المعكوس الضربي. يبقى الناتج بتاعنا يساوي 1، ونختار الاختيار رقم ب. النقطة رقم 5 بيقول لي إذا كان أ زائد 6 على 7 بتساوي صفر. أ زائد 6 على 7 بتساوي صفر يا شباب، يعني الألف ده معكوس جمعي للستة على السبعة، والمعكوس الجمعي بنغير الإشارة يبقى سالب 6 على 7، وهيبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم د. النقطة رقم 6 بيقول لي إذا كان المنوال للقيم 3 و4 و5 وس زائد 4 هو 5، يبقى المفروض إن الس زائد 4 دي تبقى تساوي كام؟ تساوي 5. يعني كده السين هتبقى تساوي 1. جت ازاي يا أستاذ 1؟ حاجة من الاتنين، يا إما نحسبها حساب عقلي كده 1 و4 5، يا إما نقول 5 ناقص 4، وفي الحالتين هتطلع 1، ويبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم أ. بكده يا شباب يبقى خلصنا السؤال الأول اللي هو 6 درجات اختر، ونروح نشوف السؤال التاني اللي هو 5 درجات أكمل. السؤال الثاني أكمل العبارات الآتية. المعكوس الجمعي للعدد القيمة المطلقة لسالب 4 على 7. طبعا القيمة المطلقة دي بتشيل السالب، يبقى الناتج بتاعنا 4 على 7. المعكوس الجمعي بتاعه هيبقى سالب 4 على 7، يبقى احنا هنكتب هنا كده سالب 4 على 7. النقطة رقم 2 بيقول لي 24 س أس 6 ص أس 4 بتساوي 4 س أس 3 ص أس 2 في. يبقى هنا 24 على 4 يبقى احنا هنكتب 6، وس أس 6 على س أس 3 يبقى س أس 3، وس أس 4 على س أس 2 يبقى ص أس 4 على ص أس 2 يبقى ص أس كام؟ 2. يبقى الناتج بتاعنا 6 س أس 3 ص أس 2. النقطة رقم 3 بيقول لي سالب 3 على 5 زائد 2 على 3، يبقى رقم 3
سالب 3 على 5 زائد 2 على 3 نوحد المقامات. 5 في 3 ب15 يبقى 15 هنا و15 هنا. سالب 3 في سالب 3 يبقى سالب 9. و5 في 2 ب10 يبقى الناتج بتاعنا ال15 هتنزل. سالب 9 زائد 10 يبقى موجب 1، يبقى الناتج بتاعنا النهائي 1 على كام؟ على 15. وبرضه نقدر نعملها بالآلة الحاسبة مباشرة يا شباب، هيطلع الناتج بكام؟ ب1 على 15. النقطة رقم 4 بيقول لي الوسط الحسابي للقيم 2 و3 و8 و2 و5. علشان نجيب الوسط الحسابي هنجمعهم 2 زائد 3 زائد 8 زائد 2 زائد 5، وهنقسم على عددهم اللي هو 1 2 3 4 5 أعداد. أما نجمع دول هيطلع 5 و5 10 يبقى 20، ولو في لخبطة في الجمع نجمعهم بالآلة. 20 على 5 يبقى الناتج بتاعي النهائي بيساوي 4، ونكتب هنا 4. النقطة رقم 5 بيقول لي العدد الذي يقع في منتصف المسافة بين 1 على 3 و5 على 9. الواحد على 3 دي لو ضربنا في 3 فوق وتحت تبقى 3 على 9، وال5 على 9 هتنزل زي ما هي. مين اللي في النص بين ال3 وال5؟ 4 على 9 يا مستر، يبقى كده الناتج بتاعي 4 على 9. كده خلصنا السؤال الثاني أكمل، اللي هو عبارة عن 5 نقط أكمل ب5 درجات. نركز فيهم يا شباب، الموضوع سهل إن شاء الله، بس محتاج تركيز علشان ما نختارش أو نكتب إجابة أو تكملة إجابة خطأ. نروح نشوف السؤال الثالث. السؤال الثالث عبارة عن مسألتين. المسألة رقم أ بيقول لي باستخدام خاصية التوزيع وجد قيمة 3 على 7 في 2 3 على 7 في 2 زائد 3 على 7 في 6 ناقص 3 على 7. هنبدأ نكتب يا ولاد 3 على 7 اللي هي متكررة ونفتح قوس، باقي لي هنا 2 وباقي لي هنا 6، وهنا مفيش حاجة يا أستاذ، يبقى فيه 1 اللي هو المحايد الضربي. علشان كده احنا ممكن في بداية المسألة نقول هنا في ايه؟ في 1. نبدأ نقول ال3 على 7 دي هتنزل زي ما هي في 2 و6 8 ناقص 1 يبقى 7. السبعة دي مقامها 1، السبعة دي هتروح مع السبعة دي، يبقى الناتج النهائي بتاعي يساوي كام؟ يساوي 3. دي النقطة رقم أ. النقطة رقم ب بيقول لي اوجد 3 أعداد تقع بين نص وتلت. نقول له نص وتلت بيساوي النص ده لما نضرب بسط في بسط ومقام في مقام هيبقى سدس 6، المقام 6 يعني، والمقام ده 6. 1 في 3 ب3، و2 في 1 ب2. يبقى العددين الجداد 3 على 6 و2 على 6. 3 على 6 و2 على 6 مفيش حاجة بيناتهم، هنبدأ نقول بالضرب في 10 بسطا ومقاما. يبقى العددين دول بيساووا 30 على 60 و20 على 60. هنبدأ نقول له الأعداد هي، احنا عايزين 3 أعداد، ما ننساش إن الأعداد دي عبارة عن بسط ومقام. مين اللي بين ال30 وال20؟ نخلي بالنا 21 و22 و23، وما ننساش في كل مرة على 60. يبقى احنا كده قدرنا نجيب 3 أعداد محصورة بين النص والتلت. السؤال الرابع رقم أ بيقول لي اطرح ده من ده. طبعا ما بعد من بيكتب أولا، نكتب 7 س زائد 5 ص زائد ع، وهنبدأ نكتب ده تحتيه 2 س زائد 6 ص زائد ع. ما ننساش يا ولاد إن احنا هنا بنغير الإشارات، سالب سالب سالب، يعني السالب هيبقى موجب والموجب هيبقى سالب. 7 س ناقص 2 س هتبقى 5 س. 5 ص ناقص 6 ص إشارة الكبير تنزل سالب، وهنطرحهم علشان هما مختلفين في الإشارة، يبقى سالب 1 ص. دي ودي هتطلع معكوس جمعي يبقى 0. يبقى الناتج يساوي، أو الناتج هو 5 س ناقص ص. يا مستر فين الصفر؟ احنا عارفين إن الصفر ده محايد جمعي، يبقى نقدر نشيله ومفيش أي مشكلة خالص. ونروح نشوف النقطة رقم ب. النقطة رقم ب بيقول لي يوجد خارج قسمة
14 س تربيع ص ناقص 35 س ص تربيع زائد 7 س ص على 7 س ص. هنعمل شرطة كسر كبيرة كده اهو، وهنكتب المقدار بتاعنا 14 س تربيع ص ناقص 35 س ص تربيع زائد 7 س ص، كله ده هنقسمه على 7 س ص تساوي 14 على 7 يبقى 2 س ص هتروح مع الصاد. نعملها لكم بالتفصيل خالص، تمام مفيش مشكلة خالص، نقدر نعملها كده. هنقسم كل حد، هنقسم 14 س تربيع ص على 7 س ص، وهنقسم 35 س ص تربيع على 7 س ص، وهنقسم 7 س ص على 7 س ص تساوي، هنا ال 14 على 7 يبقى 2 س أس 2 على س يبقى س أس 1 والصاد هتروح مع الصاد ناقص 35 على 7 يبقى 5 السين هتروح مع السين صاد أس 2 على صاد يبقى صاد زائد 7 على 7 فيها الواحد والسين هتروح مع السين والصاد هتروح مع الصاد، يبقى ده كده الناتج النهائي بتاعنا، ويبقى كده انتهت المسألة. ونروح نشوف السؤال الخامس. السؤال الخامس والأخير معانا فيه نقطتين أ وب. اختصر لأبسط صورة، دي رقم أ، 1 ناقص 5 م في 1 زائد 5 م وفي الآخر ناقص 1 تساوي 1 في 1 بواحد ناقص 5 في 5 يبقى 25 م تربيع وفيه ناقص 1. طبعا واضح إن ده موجب 1 وده سالب 1 هيروحوا مع بعض، يبقى الناتج بتاعنا سالب 25 م تربيع. نتعود يا ولاد ان احنا نقرأ السؤال كويس. بيقول لي ثم اوجد قيمة الناتج لما الميم بواحد، نقول له عندما الميم بتساوي 1 يبقى الناتج يساوي سالب 25 في م تربيع اللي هي الميم بواحد يبقى 1 تربيع. هنكتبها على الآلة أو من غير آلة، هتطلع سالب 25 في 1 يبقى الناتج النهائي بتاعي سالب 25. المسألة رقم ب والأخيرة معانا، بيقول إذا كان الوسط الحسابي للقيم دي هو 6 فأوجد قيمة ك. هنا احنا حافظين قانون حلو جدا بيجيب الناتج القيمة بسرعة. بنقول مجموع القيم يساوي الوسط الحسابي في عدد القيم. مجموع القيم 8 زائد 7 زائد 5 زائد 9 زائد 4 زائد 3 زائد ك زائد 4، كل ده نبدأ نكتب 8 زائد 7 زائد 5 زائد 9 زائد 4 زائد 3 زائد ك زائد 4، كل ده بيساوي الوسط الحسابي 6 في عدد القيم. نخلي بالنا ان دي قيمة واحدة، يبقى 1 2 3 4 5 6 7. نبدأ نجمع الكلام ده، الكاف لوحدها خالص زائد 6 في 7 يبقى 42. نبدأ نجمع دول 8 و7 15 و5 يبقى 20 20 و9 يبقى 29 33 33 و3 يبقى 36 36 و4 يبقى 40. طبعا لو انت بتتلخبط في الحسابات تقدر تجمعهم بالآلة الحاسبة، يبقى كده ك تساوي 42 ناقص هتروح الجنب التاني بإشارة مخالفة 40، يبقى إذا ك تساوي 2. دي كده قيمة ايه؟ قيمة الكاف. وبكده يبقى انتهت المسألة وانتهى معاها الفيديو بتاعنا. اتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسوش في نهاية الفيديو تضغط لايك، وكمان ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة، اشتراك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية، ونوصل مع بعض ان شاء الله للدرجة النهائية. وانتظرونا في فيديوهات جديدة ومفيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.